السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقترب أيام الحج المباركة ومعها سيرة مكة المكرمة، البلد الأمين اللي ما نعرفش كتير من حكايته. يا ترى إيه اللي حصل في مكة من زمن طويل قوي، وإيه تاريخها اللي يمكن كتير من الناس ما تعرفش عنه حاجة؟ عشان نعرف لازم نرجع بالزمن لسنين طويلة جدا، عند فجر يوشك أن يشرق. لكن يشرق على مين؟ على سيدة ورجل وطفل صغير. الرجل هو سيدنا إبراهيم عليه السلام، والابن هو سيدنا إسماعيل عليه السلام. أما السيدة فهي هاجر، والثلاثة في رحلة إلى هذا المكان المبارك. يا ترى حصل إيه؟ بدأت السيدة هاجر الرحلة وهي لا تعرف أين سيكون البيت الذي سيضمها مع زوجها إبراهيم عليه السلام وابنها إسماعيل عليه السلام. في طفولتها كانت الدنيا يافعة واضحة كأرض مصر ونيلها، ولم يكن إبراهيم عليه السلام يختلف، فهو ابن مدينة أور المتحضرة بأرض الرافدين. طالت الرحلة عليها، ليتها عادت إلى مصر لتعيش وسط أهلها. وأيا كان السبب، فهذه الصحراء أعلنت حربا شرسة من القيظ والعطش. وإن كانت المفاجأة في رحيل إبراهيم عليه السلام بعد أن تركها مع ابنها إسماعيل. وأين؟ في هذا المكان. ولكن كيف؟ تسأله. الله أمرك بهذا؟ نعم، إذن لن يضيعنا. هكذا لم يعد يجدي الخوف أو حتى الاعتراض، رحل وتركهما وسط الصحراء التي ألهبت جسد الصغير، فبدأ بكاؤه أنينا، انقلب إلى بكاء استجداء للحياة. أين الماء؟ ربما على قمة هذا الجبل يوجد ماء، وربما يكون هناك عند القمة للجبل المقابل. تذهب للتحقق مرة ثانية. ربما زاغ البصر تحت وطأة الحر، وربما كانت هناك بقعة لا تراها. ويتضح الأمر، لا فائدة في السعي والهرولة. هذا وادي غير ذي زرع، لا يوجد نقطة ماء واحدة حتى لو هرولت هاجر 100 مرة. هكذا يا ربي كتب علينا الموت في أرض غريبة بعيدا عن البشر والطير وحتى الشجر، ولكن ليحدث ما يحدث وليفعل الله بنا ما يشاء. ربما كان هذا ما دار في عقل هاجر، ويفعل الله ما يشاء حين يضرب الطفل إسماعيل الأرض بقدمه ويتفجر الماء. لم تتصور السيدة هاجر للوهلة الأولى أنه يتدفق، فتهوي عليه بكفيها وهي تحاول أن تحاصره، خشية أن يتفرق وتبتلعه رمال الصحراء الجافية. أحيانا تصبح الحقيقة أفضل من الخيال. هذا هو الصبح المشرق الذي تمنته وتمناه آخرون جاءوا يستأذنوها في الاستقرار عند البئر. من قبيلة جرهم رأوا الطير فعرفوا أن هناك يوجد بالتأكيد الماء، ليكبر بينهم إسماعيل عليه السلام ويصبح أول نبي يروض الخيل ويتحدث العربية. يبدو أن أهل جرهم فهموا أن بئر زمزم هي معجزة الصحراء القاحلة، نفحة إلهية خالصة، وإن لم تكن النفحة الوحيدة. إبراهيم عليه السلام إذ يعود بعد طول غياب ليبني أقدم بيت على الأرض. صحيح أن أهل مصر والعراق قد بنوا وشيدوا، إلا أن هذا البناء وكان أنبأهم إبراهيم نبي الله قد أرست قواعد الملائكة ومن بعدهم آدم عليه السلام، وإنه بسواعد إبراهيم وإسماعيل سيتم بناؤه. هكذا بنيت الكعبة المشرفة وظهرت ملامح بلد هو البلد الأمين. ومع هذا سرعان ما تناسى أهل جرهم أنه لا مكان لمن يستخف بحرم الله وبيته الحرام، فيكتب عليهم الرحيل لتحل محلهم قبيلة خزاعة التي جاءت لتخدم البيت العتيق. لكنهم قبل أن يرحلوا تركوا غزالتين
وبعض الأسلحة موجودة في بئر زمزم، وكان الغرض الرجاء لعودتهم مرة أخرى. فماذا حدث في بلد النبي محمد؟ المرة الجاية إن شاء الله هنعرف إيه اللي حصل. المرة الجاية، سلام عليكم.